السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية. اليوم جيتكم بفيديو جديد بوصفة جديدة، وصفة لعيد الأضحى اللي راح ثاني نديرها في هذا العيد إن شاء الله. الوصفة تاع اليوم هي لي بابيا. كما راكم تشوفوا وصفة اقتصادية سهلة وثاني بنينة بالبزاف. لازم تجربوها باش هكايا تدو الذوق تاع الصح. فوالا دونك قبل ما نبداو الفيديو تاعنا كيما معرفين كالعاده ما تنساوش جيم كومونتير ابوني في القناه اذا ما كنتوش ابوني، واذا عجبكم المحتوى بالطبع وما تنساوش زر الجرس باش هكا يوصلكم كامل جديد. وثاني يوصلكم اشعارات بلي فيديو اللي نديروهم جديده. فوالا دونك راح نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير تاع هذا الكاطو. واش نسحقوا 250 غرام نتاع زبده طريه، كاس تاع سكر رطب، كاس تاع مايزينا، 2 حبات بيض كاملين، مغرفه كبيره نتاع لافاني، وقرصه تاع الملح وخميره كيميائيه. وما نساوش ثاني الفارينه باش نضموا الخليط نتاعنا. ما نساوش ثاني هنايا انايا ما بانتش كي درتها، مي درت فنجان تاع زيت نسيت باش نحطو. اذا ما حبيتوش ديروا الزيت في هذه الوصفه، نقصي بياض بيضه، ديري بيضه وصفار راح تجيك ثاني ما شاء الله. مي اذا حبيتي تزيدي الزيت ديري 2 بيضات كاملين. قلنا نحطوا الزبده تاعنا هي الاولى. زبده قلنا دائما تكون بحراره الغرفه باش هكذايا تجينا الكاطو تاعنا يجينا مليح ويجينا شباب ويجينا ممسوح. سينو اذا كنت ديريها من الثلاجه مباشره راح يكون فيها لي كريمه. دائما نقولها لكم في كامل الوصفات نتاعي. درنا هذاك الزبده نحيناها كامل وزدنا سكر رطب راح نخلطه يعني صبلي عادي كما موالفين تخدموه. بالنسبه لهذه الوصفه تقدروا ثاني تضيفي كاس تاع كاوكاو منحي مليح ويكون محمص مليح، ثاني يعطيلك واحد البنه ما شاء الله. زدت القرصه تاع الملح ومن بعد نخلط كامل هذوك الزبده مع السكر باش تعطيني خليط كريمي. ومن بعد باش نبدا نضيف في البيض. مثلا هنايا ضفت الزيت ما ننساوهاش باسكو قلت لكم ضفتها وما ما بانتش، مي هي ضفتها في مع لي زانغريديون. ما باش يروح لي المقطع ولا ما فهمتش كيفاش حتى ما بانتش كي درت كون راح لي المقطع ما كنتش نصور. فوالا دونك هاي ليك هنايا درت الزيت كنت درتها وما درت 2 بيضات كاملين. قلت لكم ما حبيتوش ديروا الزيت ديري بيضه وصفار. نخلط هذيك المكونات كامل مع بعضهم ومن بعد نضيف الكاس تاع المايزينا مع الخميره الكيميائيه ولافاني. فوالا هكذا يعني نزيد النواشف ومن بعد نبدا نضيف في الفارينه حتى وين يتشكل لي عجينه تكون ملساء كيما عجينه تاع صابلي، وتكون ملساء قلنا وما تكونش تلصق في اليد. فوالا نبقى نضيف الفارينه كميه الفارينه قلت لكم على حساب الفارينه تاعك اسكو تشرب ولا ما تشربش، وثاني اون بلوس على حساب البيض تاعك اسكو كبير ولا صغير. على جال هذه اللي ما نقدرش نمد لكم المقدار يعني اكزاكت. مي اذا درتو بيضه وصفر بيضه راح تاكل لكم ابخي واحد 500 غرام، مي تقدر تزيد شويه ولا تقل شويه. هاي اللي العجينه تاعنا راح نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها تريح لنا في الثلاجه. نروح نجيبوا هذا المول تاع لي بابيون. انا خدمت في هذا المول تاع سيليكون، مي اذا لقيتوا المول تاع الحديد يكون احسن باسكو تخدمي كميه كبيره في مده قصيره، وثانيا اون بلوس يساعد براتيك بارابور هذا. مي اذا ما عندكش معليش خدمي بهذا. انا كانوا عندي متصدوا لي ما درت ما نخدمش بهم رميتهم، سينو كانوا عندي مقبل مي ما يعني ما ولوش يصلحوا باش نخدم بهم. نحط العجينه تاعنا داخل المول هذاك ونسيي كيفاش ندير ثقب هكذايا معناتها نخلي فراغ في الوسط كيما نخدموا لي طارتولات ولا كيف ونطيبوهم. انا هنايا عندي مول واحد برك، هذايا برك اللي عندي تعذبت باش كملت لا كونتيتي اللي عندنا. كي نكملوا نخدموها مليح نثقبوها بالفاشيطو باش هكا ما تنتفخناش، ونحطوها في الثلاجه مده 5 دقائق. ماشي في الثلاجه في الكونجيلاتور مده 5 دقائق باش هكايا تحافظ لي على الشكل تاعها. ممكن نحطها في الفرن ما راحش تهبط لي. نكون سخنت الفرن تاعي على 180 درجه ولا 170 على حسب الفرن تاعك اذا سخون ولا لا.
ونطيبها من تحت حتى تبدا لي الطرف تاعنا يولوا دوغي. تشوفيهم بلي هكا ولاو دوغي لازم تطيبي مليح، ومن بعد هي تزيدي تشعلي لها من الفوق باش تزيدي تطيبيها من الفوق. من الفوق ما تشدلكش بزاف طياب. المهم التحتانيه لازم تكون شويه محمره، هذا ما لازمش يكون ابيض كيما لي سابلي. بالنسبه للحشو واش درت انا هنا؟ درت كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي، يعني محمص مليح ومرحي. درت حلوه الترك، ودرت شويه تاع جوز ماشي بزاف، ودرت له توفيا كراميل. وبديت نحط لداخل هذوك الفراغات. تقدري هنايا جهه ديري لها هذاك الحشو، وجهه ديري لها توفيا، مي انا ما حبيتش باسكو على بالي بلي تبدا تسيح وشغل ما تولي لي الخدمه ماسيه. بالنسبه لهذا لي بابيون اذا ما حبوش يلصقوا لك تقدري تستعيني بتوفيا كراميل في الطروف وتلصقيهم. الحشو تاعنا لازم يكون شويه طريب باش هكا يجينا بنين ويجينا الله الله. وقلت لكم الكاوكاو لازم يكون مرحي ماشي مرحي مليح، يكون محمص مليح ومرحي شويه خشن ثاني باش يجينا يقرمش لداخل. تقدروا ديروا ثاني فايتين يجيكم ما شاء الله، يجيكم يهبل. جربتها ثاني بالفايتين جات تهبل، جات هايله. مام باللوز ثاني تجي طب. الحشو نتوما اللي يعني واش حبيتوا. بعد ما نكمل نسقهم كاملين واش راح ندير؟ راح ندير خطوط بالشوكولا ونزيد لهم في الوسط شويه فيها كراميل، ونلصق لهم هذاك الفو بيستاش ولا بيستاش كما حبيتوا. انا هذايا خدمته باللوز، دائما كي يكون عندي شويه لوز نخدم شويه فو بيستاش ونحطه ونخبيه، كل ما نسحق نخدم به. باللوز يجي احسن من الكاوكاو. باللوز يجي شغل الكو تاعو يشبه شويه البيستاش، باسكو اللوز الكو تاعو ما جايش بزاف قاصح ماشي كيما الكاوكاو. فوالا هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله يا ربي تجربوها وترجعوا لي الخبر كيفاش خرجت لنا في هذا العيد ان شاء الله. ما بقى لي غير نبقيكم على خير. قبل هذايا ما تنسوناش جيم كومونتير وابوني في القناه اذا ما كنتوش ابوني، واذا عجبكم المحتوى بالطبع ما تنسوناش ارائكم في لي كومونتير اللي يعني فريمون تشجعني باش نزيد بلوس. تهلاو لي في روحكم، ونلتقي في الفيديو الجايين باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.